السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل التومية السوري. هنعملها في البيت بالظبط في 5 دقايق بمكونات سهلة وبسيطة، وأعتقد موجودة في البيت. هنعملها في 5 دقايق، هتبقى جاهزة معانا. مش اكتر على فكرة، يمكن اقل كمان من 5 دقايق، وهي مدة الفيديو. لا جرينا ولا قطعنا ولا اي حاجة خالص. جربيها وان شاء الله هتعجبك، ومش هتبطلي تعمليها لولادك في البيت، لان طبعا هم بيعشقوها. نبدأ بسم الله. معايا 3 معالق كبار نشا، هنحطهم في حلة وعليهم كوباية مية عادية من الحنفية، وهنقلب على البارد لغاية ما نحس ان النشا داب معانا خالص ومفيش اي تكتلات. هنقلبهم كويس جدا جدا، مش هنلاقي اي تكتل في المعلقة. وبعد كده هنرفعه على نار متوسطة، هي بالظبط دقيقة او دقيقة ونص. هتلاقي النشا يعقد معاكي ويتقل، هيبقى زي المهلبية كده، مش هياخد وقت خالص على النار. بس كده، ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه يعني يتكتل اكتر من كده او يتقل اكتر من كده، عايزاه يبقى ناعم كده عشان التومية تبقى معايا ناعمة. هيهدى شوية وهنحطه في الكبة. هنا هنحط كل المكونات مع بعض في الكبة، او لو عايزة في الخلاط، لو في هاند بلندر طبعا الموجود عندك. انا حطيت النشا بالمية في الكبة، وحطيت معلقة صغيرة توم مفروم. عايزة تزودي وتخلي نكهة التوم اقوى، تمام. حطيت معلقتين خل، ودول معلقتين زبادي او علبة زبادي اللي هي الصغيرة دي. وممكن على فكرة تستبدليها بمعلقتين كبار مايونيز، او معلقة مايونيز ومعلقة زبادي برضو، دي اختياري. وربع كوباية لبن، ربع كوباية لبن بالظبط. المقادير دي هتطلع معاكم القوام مظبوط جدا. وكمان ربع كوباية زيت، او ما يعادل 5 معالق كبار زيت. وبتظبطي الملح بتاعك بقى، عايزاها ملحة قوي مظبوطة تمام. وفي الكبة هنضربها حبة حلوين كده لغاية ما نحس ان كل المكونات خلاص اختلطت ببعض حلو جدا. هنا طبعا انا لسه شايفة اثر للثوم رغم انه مفروم، بس لسه واضح شوية. هنضربها يعني حوالي 3 دقايق كده ضرب متواصل في الكبة لغاية ما المكونات كلها تختلط، واحصل على قوام كريمي اللي هو قوام التومية. المقادير دي بالظبط هتطلع لك القوام الحلو للتومية، لا هتطلع تقيلة قوي ولا هتطلع خفيفة قوي. وكله في الكبة. خلصنا كده التومية بتاعتنا، شايفين قوامها عامل ازاي؟ ما تقولوليش بقى محلات سوري ولا التومية بتاعت بره. خلصت التومية بتاعتنا بالظبط، هو في ال5 دقايق واقل والله. يمكن في 4 دقايق كمان هتكون جاهزة معاكي. قوامها طبعا ممتاز وكل حاجة فيها مظبوطة. عايزة اقولك انك ممكن لو عايزة تزودي الخل شوية فيها، ممكن تزودي معلقة كمان. عايزة تزودي نكهة الثوم شوية، ممكن تزودي. بس هي كده المقادير كلها مظبوطة. والملح طبعا بتظبطيه حسب رغبتك. حطيتها في العلبة ما شاء الله الكمية حلوة قوي، وتقدري طبعا تضعفي الكمية زي ما انت عايزة. شايفين القوام بتاعها كريمي ومظبوط جدا، وفيها لمعة، يعني كل حاجة فيها حقيقي مظبوطة جدا. جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك وهتعمليها على طول لولادك. خلصت وصفتنا النهاردة السهلة البسيطة قوي قوي، اللي مش هتاخد منك 5 دقايق على بعض. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك الوصفة، ولو انتي مش مشتركة في القناة، اتمنى تنوريني وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، تفعلي الجرس. واستنوني في وصفة جديدة من اكلات وصفات ام الدنيا.